تزامنا مع العطلة المدرسية يستعد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للاحتفاء بالكتاب من خلال احتضان معرض مدينة تونس للكتاب في دورته 13 تحت شعار الكتاب وطن. دورة يسعى منظموها لتأثيثها بباقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والإبداعية المتنوعة، ليظل الكتاب وتوطيد العلاقة بالمطالعة الهدف الأبرز من هذه التظاهرة، حسب تأكيد مدير معرض مدينة تونس للكتاب في ندوة صحفية التأمت لتقديم برنامج هذه الدورة. يشارك في هذا المعرض 80 دار نشر تونسية إلى جانب الأنشطة الثقافية الموازية والغنية بإشراف المندوبية الجهوية للثقافة والمكتبة الجهوية بولاية تونس ودار ثقافة ابن خلدون ودار ثقافة ابن رشيق، إلى جانب معرض مدينة تونس للكتاب أو مشروعين مهمين، هو صفحات من تاريخ تونس ضمن جداريات خرائط التونسية 24 ولاية موجودين على امتداد الشارع. كذلك المشروع الثاني هو تثبيت علامات لأبرز الشخصيات الأدبية الذين ساهموا في بناء تونس على غرار ابن أبي ضياف، طاهر الحداد، محمود المسعدي. هذا التثبيت سيكون ضمن علامات مضيئة في الشارع. كل المؤسسات تجمعت في هذه الشراكة من أجل ترسيخ تقاليد الكتاب والثقافة. ما يميز الدورة الجديدة لمعرض مدينة تونس للكتاب تنظيم ممر الإبداع بين تونس والجزائر، وتمكين المسافر عبر خط تونس عنابة من الاستمتاع بالمطالعة، كما ستحل قفصة بثراء تاريخها ضيفة شرف هذه التظاهرة. ممر الإبداع هي تظاهرة ثقافية تشمل الخط الرابط بين تونس وعنابة باش تكون داخل القطار. كل مسافر داخل القطار هذا باش يتمتع بمجانية مع المطالعة في حدود 1000 عنوان لكافة الأعمار. الحاجة المميزة السنة في المعرض واللي هو باش تكون افتتاحية هي استضافة مدينة قفصة والافتتاح بندوة على الحضارة القبسية. هي دعوة خاصة للتلاميذ والأولياء أنهم يجيوا يحضروا الندوة هذه المهمة اللي باش يكونها زادة مشفوعة بمعرض للحفريات اللي عملوها الباحثين هذوما. وسينطلق معرض مدينة تونس للكتاب بداية من 25 من الشهر الجاري، ويتواصل إلى غاية 11 من جانفي المقبل.